الناس هتسمعنا دلوقتي هتقول عادي، انا ببقى في المحل مثلا بشتري فستان ومترددة شوية، فاكلم ماما اخد رأيها، اصور الفستانين وابعتهم لاختي، ايه رأيك ده احلى ولا ده احلى؟ فده موجود فينا كلنا، ممكن نكون كلنا تعرضنا للمواقف دي. هل ده معناه ان احنا شخصيات مترددة، ولا ايه هي ابرز السمات اللي بتميز الشخص المتردد؟ ممتاز. الشخص المتردد زي ما حضرتك ذكرتي أول برضو هو عكس الشخص الحازم، لا يحسم الأمور. هو اللي يعني ما يستطيع البت في الأمر أو إنهاء الأمر إيش ما كان بشكل تلقائي، لا يتخذ القرارات، لا يمكنه تنفيذ الخطط. طيب، هذا الشخص المتردد أبرز السمات أو الصفات اللي فيه إنه الخوف دائما موجود، الخوف من اتخاذ القرار إيش ما مم. كان، قرار بسيط أو صعب، وحنيجي للنقطة هذه بعدين. المبالغة في التحليل السلبي للأمر، يعني أوكي، لو أخذت الفستان هذا أكيد ما حيكون قدي، هذا أكيد ما حيكون حلو علي، أكيد ما حيكون لونه مناسب لي، أكيد حيكون في ناس تانية لابساه في الحفلة، أكيد حيكون يعني خلاص، يعني بتفكر في بيتوقع كل التوقعات السلبية، مفيش توقع بس. إيجابي حلو بيتوقعه. والمبالغة فيها، يعني مم. بيبالغ أكتر يعني من المفروض إنه يعني يفكر فيه. في عندنا نقطة مهمة اللي هي قلة الثقة بالنفس، مم. لا يعرف نقاط قوته، لا يعني ما، فبالتالي ما بيشغلها كويس، ما عنده فكرة عنها. ودائما عندنا نقطة أخرى اللي هي الحاجة للتأكد من الآخرين. طيب، يعني يبحث عن رضا الآخرين في هذا القرار أو في تبعاته، حتى لو مم. إنه بعد ما قرر بتلاقيه يترقب يعني يطالع يشوف فلان إيش بيقول على القرار اللي أنا اتخذته ايوه أو فلان إيش بالظبط. هتقول على مم. هو دايما يعني بيبقى عامل حساب لردة فعل الناس على قراراته، فبياخدها بالضبط. طبقا للأمور اللي ترضيهم هم، مش ترضيه هو ولا لمصلحته، لا عشان الناس هتقول علينا ايه. بالضبط. وفي مشكلة تانية اللي هي الخوف من اللوم من الناس، يخاف مم. كثير إنه الناس حتلومه على القرار هذا، ليه جبت هذا أو اشتريت البيت في المكان بالظبط الفلاني، بالظبط. ما كان مم. طب يعني أنا اللي حعيش فيه وأنا اللي قررت. لا، هو ما بيفكر فيها كذا الشخص لا، اللي وممكن كمان يكرهوه في الحاجة اللي متردد. هو اشتراها، ملهاش لازمة. يعني دفعت أيوه، فلوس على الفاضي ولا ليها 30 لازمة، انت كده خسرت نفسك ورميت فلوسك في الأرض. فيبدأوا يندموه أشد الندم ان هو اشترى الحاجة دي مع انه كان في احتياجه. بالضبط. وهذا لأنه هو أعطاهم الفرصة، مم. لأنه يعني وراهم إنه هو بحاجة إلى رأيهم، لأنه كان ضعيف أمام يعني ضغوطاتهم أمام أو رأيهم اللي هم بيقولوه بقوة شخصية وثبات. بالضبط، لأنه هنا عندي شخصية ضعيفة. مم. للأسف الشخص المتردد هو يعني شخص يعني عاطفي كثير، بيهموا آراء الآخرين، بيهموا رأي، يعني مش بس آراء الآخرين في قراراته، لا، رأي الآخرين فيه هو في شخصه. يعني بتحسيه إنه على طول في حالة ترقب، إيش بيقولوا، إيش حتقول، إيش قالت عني أو بالظبط عن الأشياء بالظبط. اللي بعملها بالضبط. ف, مم. ف يعني فبتلاقيه محتار، على طول عنده قلق، على طول عنده ترقب للناس اللي